نأمل أن تفي بوعدها وأن لا تضع السلطات الحاكمة العقبات من هنا وهناك في طريق عمل هذه الإدارة، وإلا فإننا ماضون في هذه الخطوة. نحن لم نلغي هذه الخطوة إطلاقا، وإنما كانت هناك عملية ماذا تأجيل لإعطاء الفرصة، حتى لا يقال أننا كنا بصدد إعادة التسوير. نأمل أن يكونوا قادرين على إعادة التسوير وأن لا توضع العقبات في طريقهم. الفرصة هي مدة أسبوع. خلال هذا الأسبوع سنقيم مدى جدية هذه الوعود ومدى إمكان تطبيق هذه الوعود. هناك فعاليات عديدة تم إقرارها منذ فترة ووضع لها جدول زمني. هناك فعاليات تجمع لجنة الدفاع عن المساجد المهدمة التابعة للمجلس الإسلامي العلمائي، تجمع هذه اللجنة إعلان مجموعة من الفعاليات أعلنت بعضا منها فيما سبق، وهناك فعاليات بعضها جماهيري سيكون هناك حاجة للإعلان عنه، وبعضها ليست جماهيرية، هي فعاليات أخرى بأنماط مختلفة قد لا تكون جماهيرية بالضرورة. ونحن ماضون في هذه الخطوات ولن نتراجع عنها حتى يتم بناء جميع المساجد. لو بقي مسجد واحد ستمضي هذه الخطوات في طريقها. إذا بقي مسجد واحد لم يتم إعادة بنائه ستمضي هذه الخطوات في طريقها. هذه الجرائم التي ارتكبت بحق هذا الشعب والتي من ضمنها هدم هذه المساجد، كان هناك هدف كما بينا فيما سبق من خلال هذه الخطوة ومن خلال هذه الجريمة. كان هناك هدف وهو كسر عزيمة وإرادة هذا الشعب، إلا أن هذه الجرائم ولدت لدينا ولدى كل الشعب قناعة تامة بضرورة التغيير في هذا البلد، وأن أي سلطة لا تنبثق عن أصوات هذا الشعب لا يمكن أن تخدم مصالح هذا الشعب إطلاقا، بل لا يمكن أن نتصورها إلا عدوة لهذا الشعب، لأنها لم تنبثق من إرادة هذا الشعب. الشعب مصدر السلطات، وأي سلطة لا تنبثق عن هذا المصدر فهي عدوة لهذا المصدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.